أسألك يا رب أن تتدبر الأمر، لا تتركني ومشورتي، كن عوني، وليكن هذا الأمر حسب إرادتك. ثلاث أربع سنين من قبل موضوع مرض أستاذ لطفي تعرفت عليه بشخص شخصي جدا، مرة كل شهر أو مرة كل شهر ونص. اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا، شفت فيه بصيرة، فكر مختلف، توعية مختلفة. وكنت دايما بسأله السؤال بتاع أستاذ لطفي أنت قدمت كل ما عندك في الفن. قال لي دلوقتي أنا متفرغ للكتابة، ودي فترة بالنسبة لي مهمة جدا إن أنا أعرف أصفي ذهني وأقدم حاجة مختلفة. كنت دايما بسأله أنت مالكش في الميديا أو مالكش في التطور؟ قال لي أنا دايما من الناس اللي بتعتمد على أن أمسك الورق في إيدي، ويقول لي دايما جملة لغاية هذه اللحظة بفتكرها، يقول لي في البدء كان الكلمة. قلت له اشرح لي الجملة دي. قال لي من بداية الورق، من بداية كل حاجة بعد كده بتبقى صح. أقرب منه بعلاقة شخصية أكتر، والزيارات ابتدت تبقى أكتر وأكتر. حصل ألفة ود بطريقة غريبة جدا. حسيت دايما إنه وأنا بروح عشان أطمن عليه، لقيت اللي هو اللي بيطمن عليا. في وقت تعبه الأخير كان على مرحلتين. التعب الأخير بتاعه مر بمرحلة مش أحسن حاجة. زياراتي ابتدت تتزايد عنده عشان أنا قلقان عليه. دايما يقول لي أنا راضي ومبسوط. من هنا ورايح بقى اسمي أستاذ مصري، أوكي؟ أستاذ مصري. أستاذ مصري؟ اتكل على الله، شوف طريقك الأستاذ حبيبي يا أستاذ مصري. هذا العملاق كل الأعمال اللي قدمها ترددت في أذهاننا من وإحنا صغيرين، وشفت في الراجل ده حاجة تواضع وبساطة وإحساس بالمسؤولية تجاه المهنة اللي هو فيها. وده اللي كان دايما يحاول يوصله لي، يقول لي مش بكثرة الأعمال بل بجودة الأعمال. ابتديت أفهم كل الحاجات اللي كان بيقولها لي. حسيت قد إيه هو كان بيعتبر الفن هو لا يقل أهمية عن أي مهنة تانية، بل ممكن من المهن اللي فيها حذافير وتقاليد مختلفة في هذا العصر. فكان دايما بيحافظ على كل ما هو يصلح فعلا لبناء الشخصية. اللي أقدر أقوله إن هو هيوحشني جدا. ذكراه وكل حاجة كان بيقولها لي موجودة وفي وداني، ومش هقدر أنساه.